ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن رائف البطوش مدرب أكاديمية جيران الأردن. شباب، دائما بحكي لأي لاعب بيعتقد إنه راحت عليه إنه كبير في العمر، فبكون عمره 18 19 20. كثير بيجيني لاعبين بيحاولوا يتواصلوا معي، بيسألوا هل أنا بقدر، هل شو أعمل، بدي أتمرن لياقة، بدي أرفع لياقتي، بدي أعمل شو. فأنا دائما بحكي لأي لاعب بده يتدرب معي، قبل ما أحكم على مستواك داخل الملعب بدي أشوف منك التزام برا الملعب. الآن بالنسبة لي الركض الصباحي هو قمة الانضباط، لأنه اختبار العقل قبل ما يكون للجسم. اللاعب الحقيقي هو اللي بيصحى قبل غيره، هو اللي بيثبت لنفسه قبل المدرب إنه جاهز يشتغل ويتعب بدون ما حدا يراقبه. بس بدي أوضح شغلة مهمة: الركض لحاله مش كافي، أنا بدي لاعب كامل منضبط جاهز بدنيا وعنده لمسة وذكاء كروي. عشان هيك الركض الصباحي هو أول خطوة، وهو خلينا نحكي باب الدخول، وبعديها بنقيم المهارات واللياقة الخاصة بكرة القدم وقدرتك على إنه تتحمل وتفكر تحت الضغط. اللاعب اللي بيلتزم بالركض وبعدين بيثبت نفسه بالملعب، هون بعرف انه لاعب عنده جدية، مشروع لاعب حقيقي، مش مجرد حدا بيحلم يكون لاعب. شكرا.